صاحبي اللي مروق عليه وما بيعملش لا لايك ولا شير ولا سبسكرايب ولا حتى بيتفرج على الفيديو، بس مش مشكلة. هم التلاتة اربعة اللي بيتفرجوا عليا دول مكيفيني قوي. كل ده مش مهم. تعال بسرعة اوري لك ازاي حولت اللقطة بتاعتي من كده لكده. فيلا بينا، وزي ما عودتك هتلاقي الفيديو ده في اللينك في الديسكريبشن. افتح دافينشي ريزولف وطبق معايا خطوة بخطوة. يلا بينا. طيب يا صاحبي، زي ما انت شايف هنا في نويز كتيرة قوي، وخصوصا موجودة في الدارك شادوز اكتر بكتير. فتعالوا نمشي خطوة خطوة بدون اختصارات وهشرح لك كل حاجة بتتعمل ليه. خلينا اول حاجة نروح للكولر سبيس ترانسفورم، اللي احنا هنا بنقدر ان احنا ننقل السلوج بتاعنا ل ريك 709. اوكي، وبنروح نحولها في الاول على دافينشي وايد جامت، دافينشي انترميديت علشان ناخد كولر جامت اعلى شويه من اللي احنا بنشتغل عليه. ونفس الكلام هنعمل هنا رايت كليك اد نود اد سيريال نود. اوكي، نخليها للاخر ونروح للكولر سبيس ترانسفورم، ندروب ونختار من دافينشي وايد جامت البريدج بتاعنا دافينشي انترميديت. ليه هنوديه للريك 709؟ وانا هنا بشتغل على جاما 2.2 علشان ده هيروح للسوشيال ميديا. فزي ما انتم شايفين هنا الصورة بتاعتي يعتبر اندر اكسبوزد. اوكي، مفيش اي داتا خالص في منطقة الجاما والجين والهايلايت، فما عنديش اي تدرج خالص. الصورة عندي مليانة نويز في كل حتة زي ما انتم شايفين. فتعالوا نشتغل عليها واحدة واحدة. اول حاجة لازم نعملها ان احنا نعمل رايت كليك، وهنعمل نود قبل النود الاولانية، فهنختار add serial بعد add serial before قبل. اوكي، وتعالى هنا نسميها النويز ريدكشن ونسيبها اخر حاجة، لان انا لو فعلتها ممكن الجهاز يتقل شوية، فبحتاج ان انا اسيبها لاخر حاجة. اوكي، وهنا هسمي الكولر سبيس ترانسفورم الان، وهنا هسمي كولر سبيس ترانسفورم الاوت اللي هو اخر حاجة. اوكي، انا هنا في الصورة لازم اكون فاهم شوية الصورة محتاجة ايه. انا اول حاجة محتاج اظبطها الاكسبوجر نفسه، واشوف لو هي محتاجة وايت بالانس ولا لا. فبدون اختصارات قلنا الاد نود اد سيريال. اوكي، وهنسميها exposure. هنا انا محتاج اكون باخد الصورة لأعلى شوية زي منطقة الجين شوية، فبالتالي هضغط على الثلاث نقط اللي انا دايما بشتغل عليهم وهفعل علامة الصح اللي هي editable splines لازم تكون متفعلة. وهنا اللي بيحصل ان انا بكون اقدر استريتش الصورة بشكل اكثر ديناميكية شوية لفوق، بحيث ان انا اخد شوية في الهايلايت والجين، ممكن شوية اقلل الحتة بتاعة الشادوز بتاعتي. اوكي، طبعا احنا هنا زي ما احنا شايفين ان الاحمر واخد اكبر نسبة موجودة عندي في الصورة، وده لاكتر من سبب. ان انا هنا عندي معظم الصورة بالفعل لونها احمر. اوكي، ولكن انا شايف ان الصورة بتاعتي هي بالانسد من ناحية الوايت بالانس. اوكي، انا مش محتاج اكون مثلا بلعب في اي حاجة ليها علاقة بالوايت بالانس، لان دي في النهاية بيوتي شوت، فانا ما ينفعش اكون باخدها باي شكل من اشكال الفيلميك تونز ولا اي حاجة. انا عايز كل حاجة تكون ساتوريتد من الاخر، شكل جمالي وشكلها مبهر ويعجب النظر والعين. اوكي، فتعال نروح لتاني حاجة احنا ممكن نكون بنشتغل عليها، وهي ان انا حاسس ان اللون الاحمر شوية طاغي بشكل غريب. فانا هنا ممكن اشتغل بحاجة برضو من الهيدن تولز اللي محدش بيتكلم عليها، ان انا بروح في الكيرفز، عندي الهيو فيرسز هيو، وهنا ده هقوله باختصار ان انا اقدر اختار اللون، واقدر ان انا اشفت اللون ده
لاي لون تاني، طبعا مع معيار ان هو ممكن يكون ملمس على الوان تانية، فبرضه انت لازم تكون بريسايز في السلكشن بتاعك، يعني محدد في اختيارك. ده الهيو فيرسز هيو، اللون ولون تاني بيغير. اوكي، الهيو فيرسز ساتوريشن يعني انا بختار اللون المعين وبختار درجة التشبع بتاعة اللون اللي فيه، اوكي، اذا كانت اعلى او اذا كانت اقل. اوكي، الهيو فيرسز لوما ده ان انا بختار اي لون وبقدر احدد درجة السطوع بتاعته، الاضاءة بتاعته فين، اضاءة عالية ولا اضاءة منخفضة. اوكي، كل ده بيأثر على اللون نفسه. فانت ممكن من الثلاثة دول تعمل ميكس، خليط كبير جدا من الالوان زي ما تحب. اوكي، عندك حاجة اسمها لوما فيرسس ساتوريشن، وهنا انا بختار ان انا مثلا لو عملت كيرف زي كده فهو بيدي ساتوريشن في الاماكن اللي فيها اضاءة منخفضة. ايه الاضاءة اللي منخفضة؟ زي ما انتم شايفين الهيستوجرام كده، الهيستوجرام دي الاماكن اللي فيها الشادوز، الميد تون والجين والهايلايت. طبعا انا لو زدت الساتوريشن في الهايلايت اوكي مش هيديني كتير، لان زي ما انت شايف مثلا عند الوش اللي هي اكتر حاجه خلينا نقول فيها اضاءه نفسها، مهما عملت مش هيديني الشكل الكبير، ولكن الامباكت الحقيقي هيكون لو انا اديت اضاءه اكتر للشادوز نفسها. ودي الحقيقه من الحاجات اللي انا مش محتاج مثلا اكون بعمل ماسكينج كتير ما بين الماجيك ماسك وما بين اي حاجه تانية، لا هي مجرد تولز تعرف تستخدمها امتى وليه، والافضل ليك في كل سيتويشن وفي كل سيناريو. فدي افضل طريقه انا بحس ان انا الاقي فيها، لان انا هنا ساعتها مش محتاج اكون بعمل ماسك، محتاج بس اكون بفهم الصوره. ممكن اكون بقلل الساتوريشن في الاماكن اللي فيها هايلايت شويه. اوكي، ممكن اكون بزيد هنا. طبعا الصوره كلها دامجد من ناحيه النويز، ولكن مش مشكله، هنقدر نحل كل ده في الاخر. خلينا نعمل دي كده ونسميها saturation. فاحنا كده قدرنا ان احنا نكون بنظبط الساتوريشن بتاعتنا. انا مش عايز اعمل ساتوريشن على الصوره كلها، انا عايز اعمل ساتوريشن في اماكن معينه فقط. ندخل على النود اللي بعديها، وهنا انا هستخدم شويه من الافكتس اللي بيحسنوا الصوره ويخلوها كريمي واللوك بتاعها يكون تحفه. فهنروح للافكتس، هنكتب جلو وهنضيفها على النود بتاعتنا. اوكي، وانا هعمل نود اضافيه وهعملها as a parallel node. parallel node يعني هما الاثنين يكونوا بيشتغلوا مع بعض كأنهم مش شبه اللايرز، ولكن خلينا نقول ان هما layers ولكن الاثنين بيشتغلوا مع بعض، مفيش حاجة ازيد من حاجة. اوكي، فهنا هستخدم الهاليشن. اوكي، خلينا نمسك حاجة خلينا نروح للجلو، نسميها جلو علشان نبقى عارفين ونرجع لها. اوكي، خلينا نروح للجلو وهوريكم نفس التريك انا قلتها في فيديو قبل كده ولكن هقولها لك تاني. خليني بس ارفع الشاين ثريشولد على الاخر علشان اشوف التأثير بتاعي. اوكي، هنزل تحت الادفانسد كنترولز. اعتقد التريك دي انا بستخدمها في كل حاجة وبتخلي التأثير بتاع الصورة بتاعتي شكلها تحفة. بروح ل الكومبوزيت تايب وبختار سوفت لايت. اوكي، لحظه ما انت اخترت سوفت لايت اتفرج على الصوره كده بس باستخدام حاجه بسيطه وانا لسه ما لعبتش في اي كاستمايزيشن فيها. شوف كده، ده بيفور وافتر، بيفور افتر، بيفور افتر. الصوره حصل فيها حاجه انت ما تعرفش حصل ايه، ولكن خليني اشرح لك باختصار جدا. اوكي، انا هروح هنا للشاين ثريشولد ان انا اكون برفعها حاجه بسيطه. طبعا لو رفعتها اكتر كده الصوره كلها ضلمت، ولكن انا هرفعها حاجه بسيطه قوي قوي. اوكي، ده بيفور وافتر. اوكي، خلينا في السبريد، لا كده شكله اوفر. في السبريد كده ده ممتاز. لو قفلناها خالص، اسف لو قفلناها خالص زي كده يبقى زي ما احنا، ممتاز. بيدي برضو زي لمعة وشكل شايني اكتر. اوكي، طبعا الاتشن فيرسس في ريشيو ده كأنها زي انت بالطول ولا بالعرض. انا عايز اخليها زي ما هي، مش عايز اكون بلعب قوي في الجزء ده.
الجين ممكن اكون ان انا بقلله شوية، هو مع الجاما برضو اكون بقللهم حاجة بسيطة. اوكي خلينا نرفع الجين شوية. ممتاز. في النهاية ممكن انت تلعب بالاوباسيتي زي ما انت عايز، تقلله ترفعه تشيله خالص زي ما تحب. اوكي ولكن انا at the moment لحد بس الحتة دي انا هسيبه زي ما هو. فبالخطوة دي بس ده كده before و after. اوكي حلوة حركة لذيذة، ساوند افكتات لايف. anyway هنروح للهاليشن، هفعلها برضو، فطبعا واخدة جزء كبير قوي. ممكن نروح هنا للهايلايت والفا ام بلاك، تقدر تشوف الهاليشن بيتاتش الافكت ده، بيتاتش ايه عندك في الصورة. انا بالنسبة لي احب فقط يكون يلمس الايدجز الحواف بتاعت الصورة، بيدي لوك حلو قوي. فهروح للثريشولد، هكون بزوده شوية. اوكي طبعا الساتوريشن بيعلى، انا عايز اكون بقلله. السترينث طبعا تكون بتقل شوية حاجة بسيطة. ممكن نزود ساتوريشن بشكل اوكي. تعالى خلاص نشوف نلغي دي عشان نبدأ نشوف الصورة نفسها. فنشوف مثلا قبل بعد قبل وبعد، ممكن تكون مش ملاحظ فبالتالي ممكن نعلي السترينث. طبعا لو عليناها بشكل كده بقت اوفر، ولكن انا بعليها فانت مثلا تشوف حتة زي الشعر هنا ده قبل وبعد، بتاخد شكل هيزي كده وشكل حلو جدا. once again خليني مرة كمان اقول لك ان احنا عايزين نطلع اللوك بتاعنا بشكل بيوتي شوتس وبشكل جمالي اكتر بكتير. اوكي فخلينا نسمي هنا النود بتاعتنا هاليشن. اوكي طيب هنا احنا ممكن نكون بنخلق شوية عمق ما بين السبجكت والباك جراوند. فاسهل طريقة ان احنا نختار الماجيك ماسك، نختار بيتر ونروح على التوجل ماسك اوفرلاي ان احنا نشوف الحاجة اللي احنا هنستخدمها. فبالتالي ان اول مثلا ما هضغط عليها وعلى اللبس وعلى الايد هنلاقي السلكشن رايح في كل حتة، بس احتياطا ممكن ناخد الماينس مثلا ان كيس ان هو اخد اي حاجة من الباك جراوند يشيلها ونعمل تراك. طيب اما مبدئيا التراكنج ده انا كله هقصه في المونتاج يعني اكيد. وده السلكشن بتاعنا. خلينا نبلاي باك نشوف ان هو مش بيجلتش او مش بيعمل اي حاجة. لو انتوا لاحظتوا هنا هتلاقي ان هو الشعر بيجلتش شوية، ده لو انا بعمل heavy adjustment هيبان معايا. فخلينا اروح على clean black ان انا اكون بزود شوية مش كتير. clean white نفس الكلام. ممكن اكون برفع شوية من الراديوس حاجة بسيطة، برفع من السموثنس حاجة بسيطة برضو، والدينويز ممتاز كده. اوكي دلوقتي لو انت لاحظت مش بياخد شكل كبير قوي، فتمام معايا ممتاز. اوكي خلينا نشيل ده. اوكي وهنا احنا هنعمل حاجة بسيطة قوي، ان انا هروح للنود نفسها واد نود وهعمل حاجة اسمها اد اوتسايد. اد اوتسايد ده معناها ان انا اي حاجة هكون بشتغلها هنا هتكون بتأثر على اي حاجة بره النود الاصلية. اوكي هنا خلينا نعمل نتراك دافينشي الجديد اللي معمول. انا ممكن اروح من ال3 دوتس واعمل ريندر الماجيك ماسك ان بليس، بحيث ان انا ما اكونش بحتاج ان انا اكون برجع اعمل له ريندر تاني. اوكي ممكن هنا مش عارف مسحت عليه. اوكي anyway خلينا هنا نرفع بس الجاما شوية بشكل كده لفوق. تمام ونعمل النود الاوتسايد ونقلل الجاما فيها. اوكي وممكن نديلها شوية بلور في الصورة. نختار انا اكتر حاجة بحب اختارها اللي هي الراديال بلور. اوكي بيدي كده شكل للصورة، ولكن انا بحب يكون ستايلز. اوكي لو لاحظتوا الفرق ما بين الستايلز والرياليستيك، ان رياليستيك شوية بياخد من الصورة نفسها او من الماسك نفسه، لكن لو عملته
ستايلايزد، فمش بياخد شويه ولكن بيعمل راوند حلو قوي. وبحب ان انا ما اتحكمش في السترينث بتاعته من هنا، انا بحب ان انا اتحكم من البلندنج كانها الاوباسيتي نفسها، بحس ان التاثير فيها ما بيكونش فيك، كاني انا حاطه من برنامج المونتاج، كانه فعلا من الكاميرا او اسف من العدسه نفسها وقت التصوير. اوكي، فخلونا نسمي ده الماسك اوريدي باين، وده انا هنا هسميه بلور اوتسايد. اوكي، خلينا برضو على نفس التاب بتاعت البلور الاوتسايد اروح للدنسيتي، وان انا ازيد الكثافه بتاعه اللون الاحمر بحيث ان هو يكون ريتش، مش مجرد لون احمر ساتوريتد وفاقع عالي قوي في اللون كده مزعج قوي. اوكي تمام. ممكن نيجي في الاخر ان انا اكون والله الوش بتاع اعتقد ان هو محتاج ريفاينمنت بشكل كبير، فخليني اروح للفيس ريفاينمنت. وهنا الفيس ريفاينمنت بالمناسبة من الحاجات اللي اديلها فترة مش بتشتغل كويس على دافينشي، ولكن في تركاية الناس مش عارفاها، ان النود بتاعة الفيس ريفاينمنت انت لازم تحطها في مكانها الصح، مش مجرد تحطها في اي مكان. خليني اوري لك واعتقد المثال ده هيظبط، خليني بس نجربها مع بعض. الفيس ريفاينمنت خلينا نعمل تراك للوش فيها هنا. تمام، انجز 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 انجز، عندك وقتها بيضيع. يلا دن. خلينا نروح للسكين ايزوليشن ان احنا نشو الماسك، نشوف والله عامل شغل كويس من البداية، بس خلينا ان احنا نغطي شوية في الشادو. اوكي، نلعب في البارامترز بحيث ان انا اغطي المكان بالكامل. بالمناسبة مش لازم يكون accurate 100%، يعني على حسب انت اللوك بتاعك او بتحب تشتغل ازاي. اوكي، ممكن نروح للدي نويز شوية. اوكي، فيجن سايز شوية لفوق، نعمل سوفتن كل حاجة، تنت temperature range. اوكي، tint range عشان برضو نغطي الجزء ده. ممتاز. اوكي، خلينا نشيل الماسك. اوكي، نيجي هنا مثلا عشان بس نشوف الاكزاجريشن. انا لو عملت كده هلاقي الماسك معايا شغال ممتاز قوي. لكن مثلا لو انا جيت بعد الكولر سبيس ترانسفورم رحت حولت الماسك قفلته من هنا وشفته هنا، هلاقي ان انا الماسك مش شغال معايا بنفس الكفاءة. ودي الفكرة، ان انت لازم تبقى فاهم فين تحط الماسك بتاعك. اوكي، طبعا خلينا بقى نريست الحتة دي، احنا بس اتأكدنا ان الماسك بتاعنا شغال. في البيوتي ان انا هعمل سوفتن شوية ليها، وان انا كل ده مجرد بس، ولكن اعتقد ان هو واخد جزء من الشعر، فبالتالي هرجع على السكين ايزوليشن عشان اشوف. فانا كأن حدودي في الجزء ده كده. ايوه ممتاز، done. فده كده بيفور وافتر. طبعا انا لسه عايزك تكون فاكر ان انا لسه هعمل النويز ريدكشن، ولكن خلينا ماشيين جزء جزء. اوكي، خلينا نوسع اماكن لنفسنا، ناخد دول هنا، ناخد دول هنا، وناخد دول كده. اوكي، طب اوكي، دي احنا هنسميها فيس ريفاين. اوكي، من بعديها خلينا ناخد شاربنينج على كل الحواف، ودي برضو تريك انا دايما بحب اعملها في نهاية كل بروجكت، ولكن انا بحب ان انا اكون بعملها في النهاية بعد السي اس تي او بعد الريك 709 اللي بيحصل على الاخر. اوكي، خليني اروح للشاربن تول او البلور تاب.
اوكي، ان انا بقلل الراديوس على الاخر. اوكي، وبروح للهايلايت ديفرنس، بختار الالفا والبلاك اللي هو الهايلايت ديفرنس اللي موجوده عندي هنا. بشوف الصوره متارجتها ايه بالكامل. فمن السكيل ان انا اكون بحاول ان انا اختار الايدجز بس مش الصوره بالكامل. فممكن كويس لحد هنا. ممكن ارفع البلور شويه او الشارب شويه وزي كده. فانت لو جيت لاحظت هتلاقي قبل وبعد، قبل وبعد الصورة بالكامل. ممكن اكون بقلل الشاربنس شوية، بعلي الشاربنس شوية وزي كده. اوكي، ده كده قبل وبعد. خلينا نسميها شارب. اوكي، لو هنا جينا للنويز ريدكشن اللي هي اخر حاجة، فانا هاجي للنويز ريدكشن. اوكي، هشوف مثلا جزء زي كده. اوكي، هعمل زوم لاكتر حاجة وهروح للموشن افكتس الموجودة. خليني اختار ان هي بيتر عادي واشوف لو اشتغلت معايا ولا لا، لان برضو الكليب مفهوش حركة كتيرة. اوكي، انا دايما الناس بتعمل دايركت الاتنين مع بعض وبيعملوا شوية كراش للصورة زي ما قلت لك، هتلاقيه يبدأ يتقل من دلوقتي. اوكي، فانا بالنسبه لي مش بالشكل الكبير، لان انا ما عنديش حاجه ليها علاقه بالكروما اللي هي الالوان محتاجه ان هي تكون بتتعمل. فبالتالي هنرجع كل حاجه، هريست كل الحاجات دي، خلينا نعملها انهانسد. اول ما بتعمل انهانسد كده انت تقدر انك تتحكم في اللومه لوحدها والكروما لوحدها. فخلينا نانلينك ما بينهم وان احنا بس نشتغل على اللومه دي الحاجات اللي ليها علاقة هي اللومة من اللومينيشن. فكرة ان الاضاءة والضلمة، النور والضلمة، الحاجات اللي شبه كده. فانا بما ان الصورة عندي اغلب النويز في منطقة الشادوز، فلازم اشتغل على اللومة اكتر مش الكروما يعني الالوان. اللومة التدرجات الابيض والاسود. اوكي، فلو انت جيت هنا بصيت هتلاقي ان انا بس فعلت اللومة، انا ما اشتغلتش على اي حاجة. فكده قبل وبعد انا شايف ان ده اختلاف كبير جدا. ممكن الكروما حاجة بسيطة قوي. اوكي، وبرضو انت مش هتلاحظ الفرق الكبير ما بينها، ولكن انكيس كان في اي حاجة احنا مش ملاحظينها هي معانا برضو. اوكي، فانت زي ما انت شايف هتلاقي ان الصورة بتاعتك بقت كلين وممتازة جدا. اعتقد في الفيس ريفاينمنت احنا محتاجين نعمل حاجة. اوكي، ان احنا ممكن نروح للايز ونفعل الشاربنج. طبعا كده ازيد بكتير، كده بشكل مبالغ فيه برضو. فتعالى كده نقرب نشوف الشاربنج بيعمل كده زيادة للشاربنس. احنا محتاجين لما نلاقيها اوفر نقلل منها. فانا بالنسبة لي كده ممتاز. طبعا برايتنج لو احنا حابين ان احنا نزود الاضاءة اللي في البيوبل نفسها حتى. اوكي، او الاي لايت. هنا الاي لايت انا ممكن ازود شويه بحيث ان هي طبعا كده اوفر، ولكن كأن ليها مصدر اضاءه خاص بيها كامل بيها. ممكن بس نقفل النويز ريدكشن عشان ما يكونش بيأخر معانا النتيجه واحنا بنشوفها. طيب خلينا هنا ندي لوك بسيط قوي في الصوره بتاعتنا، وهنا يكون بنشتغل على كل حاجه في الصوره، لان الصوره حاسس شويه ان هي رايحه ناحيه الورم. فحاسس ان احنا ممكن نديلها لوك مش بشكل كبير ولكن حاجه بسيطه قوي. يعني هنا مثلا في الشادوز ممكن ندي شويه من الصيان او الازرق. اوكي، كده شكل كبير قوي، احنا عايزين حاجه بسيطه قوي. اوكي، لو لاحظتوا هتلاقي ان هي بدات ترفلكت على ايديها، فهنيجي ناحيه الجاما والجين ونعكس تماما، نروح ناحيه الورم وبرده مش بالشكل الكبير عشان ما يكسر لناش كل اللي احنا عملناه. نروح برده للجين نفس الكلام. فهنا قبل وبعد، قبل وبعد. اوكي، تيجي تسالني وده يبقى سؤال حلو لو انت سالته، اديلك 3 ثواني تفكر فيه. دن، خلاص خلصوا ال3 ثواني. لو ايه انا ما عملتش كل ده في النود الاساسيه. خلينا نقفل هنا واروح على البلير اوتسايد. لو انا هنا في البلير اوتسايد عملت كده على الليفت نفسه حته بسيطه قوي، هتلاقي ان هو مش مديني نفس التاثير زي ما انا اكون بعمله على الصورة بالكامل، لان انا برضو الصورة بالكامل عايزة تاخد شوية من السبجكت نفسه، بيفرق بشكل كبير قوي. اوكي،
فبالتالي انا هنا ممكن نخلينا ان احنا نسمي دي اللوك او ساتل لوك لو هنسميه. اوكي خلينا نرجع ايه النويز ريدكشن. اوكي والله ممكن نزود شويه في الازرق حته بسيطه قوي. فكده يا صاحبي ده قبل وده بعد. ده كده لما عملنا الريك 709 يعني كده ده بالظبط اللي انا شفته واحنا بنصور الفيديو نفسه. وده كده قبل وده كده بعد التلوين وبشكل احترافي. وحاجة دي لمعلوماتك بتدفع عليها فلوس كتير قوي، بس انا هنا بشرحها لك ببلاش، لان فعلا عايزين احنا نكون بندي محتوى بالعربي خصوصا عن التلوين، لان مفيش حد كتير بيديه. وبس كده يا صاحبي، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي اسئلة اكتبها لي في الكومنتات. متنساش تنزل الفيديو اتدرب عليه واعمل اللي انت عايزه. كل الكوبي رايتس معايا بديها لك. انجوي يا معلم. سلام.